الوصفة دي عشانكم. كيك هش لذيذ جدا بتحضير كريمة سهلة في التحضير ومش بتحتاج اي وقت. اول حاجة عندي 4 بيض بدرجة حرارة الغرفة. ابتديت اضيف ليهم معلقة كبيرة من الفانيلا السائلة. ابتديت اضيف 1 جرام من الملح، وبعد كده هبتدي اخفق كويس جدا بالمضرب الكهربائي او الكبة او الخلاط زي ما تحبوا. هخفق كويس جدا بسرعة متوسطة، وبعد كده هبتدي اعلي السرعة بالتدريج. ابتديت اضيف 100 جرام من السكر البودر، وبعد كده هبتدي اخفق كويس جدا. هخفق لمدة لا تقل عن 10 دقايق عشان احصل على قوام مرتفع وهش جدا زي القوام ده بالظبط. هبتدي اخد جزء من الخليط، ابتدي اضيف لي المكونات الجافة. هبتدي اضيف كوب ونص من الدقيق متعدد الاستخدامات او دقيق خاص بالكيك والحلويات زي ما تحبوا. وكمان ضفت لي معلقة كبيرة من البيكنج باودر. هقلب المكونات الجافة مع مزيج البيض والسكر بعد الخفق، وبعد كده هبتدي اقلبهم كويس جدا. خلصت كمية الدقيق بعد التقليب المستمر. هبتدي اضيف ليهم الكاكاو الخام الغير محلى عشان يديني كيك بنكهة الكاكاو اللذيذة. ضفت معلقتين كبار من الكاكاو الخام الغير محلى. ممكن في الخطوة دي ابتدي اضيف نص معلقة من القهوة سريعة الذوبان زي ما تحبوا. بعد كده ابتديت اضيف المزيج الكيك المواد الجافة مع المكونات باقي الخليط بتاع السكر والبيض. اقلب كويس جدا عشان ده القوام اللي انا محتاجاه، هش جدا وخفيف. ابتديت اضيفهم في صينية مقاس 28، وبعد كده هبتدي احضر الكريمة. عندي حوالي باكت من الايس كريم بطعم الفانيلا. ضفت ليه معلقة من صغيرة من القهوة سريعة الذوبان. هخفق كويس جدا عشان احصل على قوام تقيل وكريمي للايس كريم. هتركهم في الفريزر لمدة ربع ساعة، وبعد كده هيكون عندي الكيك استوى هش. هيبرد تماما الكيك، وبعد كده هبتدي اضيف ليه مزيج الايس كريم مع القهوة للتزيين، وهتكون اختياري شرائح من الشوكولاتة المبشورة. وهقدمه وهو بارد. كيك لذيذ جدا، هش وخفيف ومناسب جدا لفصل الصيف.